ليه بنمحر الحوائط قبل ما نلزق السيراميك او البورسلين عليها؟ تعالوا مع بعض نشوف الطريقه التقليديه الاول لتركيب السيراميك. لما البلاطه بيكون مقاسها طبيعي 60 في 60 مثلا، بقدر افرد مسطح من الرمله حوالي 7 سم واخمر مونه بنفس النسب اللي قلنا عليها، وافرد المونه مكان الجزء اللي هركب فيه البلاط، وبعدين اهزها بالهزاز او ادق عليها بالمطرقه الرابر عشان اوزع المونه تحت البلاط واتاكد ان مفيش اي فراغات تحتها تخليها تطبل وتتخلع بعدين. الحاله الثانيه لما مقاس البلاطه نفسه بيكون كبير سواء سيراميك او بورسلين. قول لي بقى ازاي الصنايعي هيمسك البلاطه دي كلها وياخدها يشيلها يحطها على الحيطه ويستنى المونه اللي تحتها تنشف؟ الموضوع هيكون صعب جدا، غير ان اصلا ظهر البورسلين بيكون ناعم، فموضوع المونه مش هينفع معاه. فلازم هنا امحر الحوائط او الارضيات وندرعها كويس، ولو ارضيات لازم ميولها هيكون مظبوط بالملي، والحيطان موزونه على الشعر، والغرف متأكسه ومتربعه ومزويه كويس. وبعدين اجيب ماده لزق سيراميك اسمها سيتوكسيو وابدا احطها على ظهر البلاطه وكمان المكان اللي هركب فيه البلاط، واشتغل بالهزاز طبعا، وهشتغل صلايب وكمان كليبسات عشان اظبط العراميس وكمان اوزن البلاط مع بعضه بالملي. الحاله الثالثه بقى لما البلاطه نفسها بيكون مقاسها صغير جدا 10 في 10 مثلا، نفس المشكله